شو سبب تدمير العراق وغزو العراق وقتل مليون عراقي؟ وخلاص لقانا الامريكان يجاوبونا على السؤال اللي حاير، لماذا العراق؟ شو سبب؟ بن لادن عراقي؟ ما هو عراقي. اللي ضربوا نيويورك عراقيين؟ ما هم عراقيين. اللي ضربوا البنتاغون عراقيين؟ ما هم عراقيين. فيها أسلحة دمار شامل عند العراق؟ ما عندها. وحتى لو عند العراق أسلحة دمار شامل، باكستان عندها قنبلة ذرية، والهند عندها قنبلة ذرية، والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا، ما كلها عندها قنابل ذرية، كلها بيدمروها. كويس؟ فندمر كل الدول اللي عندها أسلحة دمار شامل. تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتشنق رئيسها واحنا نتفرج عليهم ونضحكوا. وليش ما نحقوا في شنق صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية؟ لما تكلموا عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه، السياسة منكم كلنا مختلفين سياسيين معاه، مختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن. ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق ما نتفرج، لماذا؟ ما ممكن الدور جاي عليكم كلكم. اي نعم. ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامسفيلد كان وزير دفاع امريكا لما كان يدمروا في العراق، صديق حميم لصدام حسين، واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش اقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا قد توافق امريكا على شنقنا في يوم ما.